السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا يعني معلش سامحوني، أنا بقالي فترة كبيرة ما ظهرتش ولا اتكلمت ولا قلت حاجة. أنتوا عارفين بقى الدنيا ومشغلها والشغل وكده يعني، بس فالحر بقى خلانا طلعنا من اللي احنا فيه وطلعنا بقى عشان نتكلم. أخباركم إيه؟ طيب، أول حاجة أنا النهاردة عايز أفكركم كده إن احنا عندنا السنة دي جمعية الطهاة المصريين عاملين مسابقة يوم 20 أغسطس، يوم 20 يوم 22/8. عندنا يوم 22/8 مسابقة هتبقى إن شاء الله في انتر كونتيننتال سيت ستارز. المسابقة السنة دي شيقة جدا وجميلة. ليه بقى؟ لأن هي حاجتين. حاجة احنا بنعملها كل سنة اللي هو الأسبك، اللي هي الحاجة اللي هي مغطية بالجيلاتينة بالكاتيجوريز كلها بأقسامها كلها المختلفة. طبق بقى الستارتر، على المين كورس، على طبق الشرقي اللي هو الاكل المصري، على الشو بلاتر المرات البارد اللي هي سواء كانت سمك او لحوم او كده. ده اللي هو الازبك. بلس ان احنا عاملين السنه دي اول مره تحصل يعني بالرولز اللي هي الابديتد اللي هي المحدثه من الوكس، مسابقه اللي هو البوفيه. والكاس السنه دي هتبقى على مسابقه البوفيه. البوفيه اللي هو الايتابل، يعني ايتابل يعني البوفيه ده الناس هتخش هتاكله. يعني هنعمل بوفيه هيبقى فيه سلطات، هيبقى فيه جارد ماجيه، وهيبقى فيه حلواني، وهيبقى فيه برضو اكل سخن بس مش هيبقى سندوتشات. يعني هنحاول ان احنا يبقى فيه لايف كوكينج، يبقى فيه طبعا كارفن وهكذا. طبعا انا بقول لكم على موضوع المسابقه عشان خاطر لو حد حابب يلحق يشترك، وبقول لكم في نفس الوقت عشان خاطر المسابقه دي هي اللي بتطلعك من الديلي روتين او الروتين اليومي بتاعك في تشغيلك العادي، ليه بالذات للشيفز، عشان خاطر تحطك في حته ان انت تبقى مبتكر او الابتكار. وبتقوي طبعا روح العمل الجماعي، لان معظم المسابقه بتبقى فيها تيم بيشتغل مع بعضه مش واحد لوحده. بالاضافه طبعا ان انت بتحتاج تشوف زمايلك والخبرات المكتسبه من ان انت تشوف ناس وكده. طبعا الى جانب ان انت ممكن يتم اختيارك عشان تمثل مصر بلدك في المسابقات الدوليه زي ما احنا كنا في الامارات من حوالي شهرين، وبرضو زمايلكم راحوا وعملوا نتائج كويسه. ده بريف سريع كده عن المسابقه يوم 22 اغسطس في ان شاء الله فندق سيت ستارز انتر كونتيننتال. لكل التفاصيل بقى والديتيلز وكده طبعا جمعيه الطهاة المصريين هي تقدر تفيدكم في كل التفاصيل. بالنسبه بقى للمسابقه والاقسام بتاعتها وشروط الاشتراك فيها وهي بنعملها ازاي وايه اللي مطلوب وكل الكلام ده، ان شاء الله هبقى اعمل لكم يعني حلقات تانية كده اشرح فيها اللي انتوا عايزينه. يعني اقول لكم ازاي تكسبوا المسابقه، يعني ازاي تشتركوا، وايه خلي بالكم بقى ايه الغلط وايه الصح. بالنسبه للاسبك هقول لكم الغلط فيه ايه، تخلي بالكم من الغلط ايه وكده، والصح بتاعه ازاي او تعملوا ازاي. وفي نفس الوقت بالنسبه برضو للايتابل وفيه دي بتبقى فرقه بقى، برضو فيها شويه تركات كده لازم الناس تبقى عارفاها عشان خاطر ايه ربنا ان شاء الله يوفقها ويكرمها كده وتكسب باذن الله. مش هطول عليكم، دي حاجه سريعه كده بس عشان خاطر تفتكروني، عشان انا بقالي كتير بره طبعا فاكيد ممكن تكوني نسيتوني كويس. وانا يعني انا بشتغل في الفود اند بافرج دلوقتي، لكن انا برضو ستيل يعني ولائي وحب للمطبخ، يعني مش هقدر اطلع منه يعني. فبالتالي هتلاقيني مهتم برضو بالقصه بتاعت المطبخ والشيفات والمسابقات دي في دمي يعني. بس ليه؟ لتحسين طبعا الشيفات المصريين او الطباخين الصغيرين المصريين كده ان هم يتعلموا ويشوفوا حاجه جديده. ده طبعا بالاضافه ان انا هحاول ان انا اشوف كده ايه اللي ممكن اقدر افيد بيه برضو الناس، وهكمل في القناه بتاعت قناه اليوتيوب اللي انا كنت اسستها وعملتها من فتره. انا بصراحه بقالي فتره مش ظاهر عليها، بس عايزكم انتوا بقى تساعدوني، يا ريت تساعدوني. مساعدتكم ليا انا خلاص، اطلبوا لي انتوا عايزين ايه، يعني اطلبوا انتوا عايزين ايه مني وانا اقوله، سواء اي حاجه تكنيكال او حاجه كده او حاجه مانجمنت. يعني انا محضر حلقه عايز اتكلم فيها العلاقه ما بين الشيف الاكزيكتيف شيف والفود اند بافرج دايركتور او الاف ام بي مانجر، يعني العلاقه بينهم ازاي تنجح وازاي تمشي كويسه. ليه؟ بحكم ان انا اشتغلت الاثنين، فعشان اقول لكم العلاقه دي تنجح ازاي ويبقى الفندق او المكان اللي هم شغالين فيه يحقق اعلى المعايير في الجوده وفي الارباح. دي ليها حلقه كده انا برتب لها كده عشان اقول لكم تتعاملوا فيها ازاي.
بس وايهما افضل، لما يطلع من هنا ولا يطلع من هنا، وهكذا يعني. بس شكرا ليكم، وان شاء الله كده استنوني باذن الله كده قريب عشان نلم كل التفاصيل اللي فاتت دي. شكرا ليكم وربنا يوفق ان شاء الله. شكرا.